تعالوا نعمل صفقة سريعة. ندخل مع بعض كلنا. ماشي، خلينا على نفس الزوج اللي هو اليورو مقابل اليو اس دي. نعمل صفقة سريعة. نشوف دلوقتي على نفس الشغل القديم اهو. اصطاد الترند الهابط والترند الصاعد. ماشي، يبقى انا كده منتظر الترند الهابط ومنتظر الترند الصاعد. خلينا نظبط ده كده كويس. المؤشر بتاعنا على اخر نقطة كانت مديها انخفاض. اخر نقطة كانت مديها انخفاض. ماشي، احنا دلوقتي الخط اللي تحت ده اللي باللون الاحمر، الخط ده يا جماعة لو الشمعة كسرته ورجعت عشان تأكد معايا ان هي هتكسره تاني، انا في التأكيد ده هاخد ايه؟ هبوط. مركزين معايا؟ لو تخطت الهبوط القديم بهبوط جديد يبقى انا ايه؟ هاخد هبوط بنفس حجم الشمعة. الشمعة 5. انا كنت هنا بقى هتلخبط دلوقتي. خليها ماشي. معرفش بقى 3 دقايق ثابتة ولا ايه، بس ماشي. 3 دقايق ثابتة. منتظرين مع بعض اهو. تعالوا بقى نراجع على حاجات كده بسيطة. زي ما انتوا شايفين، بص الترند كان ماشي ازاي اهو. نرجع اهو. الترند ده بداية هبوطه حصلت من هنا، من عند الشمعة الخضرا دي. الشمعة الخضرا دي كانت اعلى نقطة ارتفاع في الترند اللي قبله. انا كده اهو بكل بساطة بشرح. يا ريت دعم يا جماعة، وعايز كومنتات يتكتب فيها اي معلومة واقعة منك او حاجة انت مش فاهمها من الشرح ده، لان انا بحاول اتكلم بالبلدي خالص كأنك قاعد جنبي وانا بحاول ايه اعلمك على التليفون. اوكي، احنا كده بنشرح الموبايل مش على البي سي. بعد كده بعد ما وصلنا للشمعة اللي هي بتاعت الترند، رجعت شكلت معايا ترند هابط، عملت هنا ارتفاع بسيط، وبعد كده السوق اخترق. يعني الشمعة دي هي حصل فيها اختراق. الشمعة الخضرا دي حصل فيها اختراق. بعد كده السوق نزل، وبعد كده الشمعة الحمرا دي اتعمل فيها اختراق اهي. وبعد كده السوق طلع. بعد كده السوق طلع بعدين نزل. تلاقي بقى يكمل معايا الترند الهابط اللي هو اللي احنا فيه دلوقتي، اللي احنا مستنيين النتائج بتاعته. طبعا انا ليه ما دخلتش الصفقة؟ انا بس بعرفك ان احنا هنبدأ صفقة في وقت معين. زي ما انا قلت، خليك ايه؟ خليك صياد. ماشي، ناخد الغلبانة دي معانا برضه عشان ايه؟ دي نشيلها. نرجع بقى ايه المكان بتاعنا. هي كده قربت. احنا بقى نعمل سؤال جميل بقى للناس اللي ايه اللي فهمت معانا او الناس اللي بتفهم بقى.
انا مش قصدي اجرح حد يعني، انا قصدي الناس اللي هي ايه عندها خبرة في التداول او من الشرح بتاعي فهمت حاجة. انا كده المفروض هاخد صفقة ولا مش هاخد صفقة؟ انا هاخد صفقة. فترة التداول اكتر من الحد الاقصى، المفروض اخد صفقة ايه؟ صعود. لو انت فعلا كنت قايل ان هي صفقة صعود، السوق اهو اتقفل ماشي، السوق كده قفل معانا، واحنا مباشر كده مع بعض اهو لايف مع بعض يعني في الفيديو. السوق قفل معانا، هو ليه بقى؟ كان نرجع لبوينت كويس قوي. هو ليه كان السوق كان العداد بتاع حجم الصفقة مش حجم الشمعة، حجم الصفقة اللي هو 5 دقايق وصفقتك تقفل، كان بيقل معانا ليه؟ عشان خلاص كان فاضل دقيقة على السوق او الكلام ده. بعد كده لما الدقيقة اتكسرت، مفيش اقل من دقيقة، هو خلاص اللي عامل صفقة ماشي، اللي مش عامل صفقة ويعني قفلت خلاص هتقفل منه او الكلام ده، فاهمني؟ فاتمنى يكون الشرح عجبكم وباذن الله انا ههتم جدا بالتعليقات، بس انا عايز دعم على الفيديو، عايز الفيديو ده يوصل لكل الناس، عايز القناة الجديدة دي تبقى للربح فقط، صفقاتك تبقى كلها مربحة، مش عايزين اي غلطات ولا اي حاجة، ويبقى الموضوع سهل وسلس زي ما عملنا كده. تمام. و اشوفكم على خير في فيديو جديد وصفقة جديدة بإذن الله. السلام عليكم.